fermeture des frontières مع المغرب، fermeture des frontières مع تونس، fermeture des frontières مع ليبيا، fermeture des frontières مع مالي. لا تهديدات امنيه في ليبيا، كاين تهديدات امنيه في مالي، كاين تهديدات امنيه، وفي المغرب هما اللي غلقوا الحدود، وكاين تهديدات يعني مخدرات تفتح الحدود يعني وتخلي. لا نفهم دوك نفهمك. بين فرنسا والالمان شحال 1000 سنوات هما ما تفاهموش، وضربك كي تفوت من فرنسا لالمان ما كان لا حدود، يتفاهموا، عندهم يعني اون بوليتيك كومون او نيفو ايكونوميك او نيفو اغريكولتور. لا هما الان بلدين في الاتحاد الاوروبي، يعني ربما عقليه مختلفه، هما كلهم في الاتحاد الاوروبي الان. 15 ملايين شخص ماتوا بين فرنسا والمان، هذو المغرب شكون راهم هذو؟ نسينا باللي محمد الخامس الله يرحمه هو اللي عاون الجزائر في وقت الثوره. يافي دي زوزين دارممون في المغرب، كان يافي 5 يوزين دارممون. لو كان ماشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه، الجزائر ما توليش تستقل. ما ننساوش هذو المغاربه مسلمين عرب وخوا، حتى واحد ما يقوليش باللي المغاربه ماهمش خوا معنا، هما مسلمين، هما عرب، وهما راهم معنا الى طول الممات. راك تدافع بشراسه عن المغرب سي قهزاني. شوف ماكش مغربي، لازم المغرب يلي بوليتيك كلير بالنسبه للدروغ. طيب ما قلتلناش رايك في انزال العلم في سفاره الدار البيضاء؟ انا نقول حاجه سهله، راني عارف باللي الجزائر ماهمش باغي نحلوا الحدود مع المغرب، سي فري لازم المغرب يلي اون بوليتيك كونتر لو ترافيك تاع لا دروغ. انا كنت في مغنيه، انا شفت ناس من المغرب جايين بلا دروغ والدرق الوطني شادار، ما دار والو، عينيا شافت. لازم الناس يحلوا عينيهم. هذه السياسه راهي صعيبه بصح يفوت كلير مع الشعب الجزائري. ما لازمش ما نقعدوش وحدنا. الاوروبا راكم تشوف لا بيسونس ايكونوميك تاع اوروبا، دوله واحده ما دير والو. فرنسا، الالمان، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، انجليز راهم كاع في رحبه، راهم عارفين باللي هذه لا موندياليزاسيون راهي صعيبه بزاف، والجزائر وحدها عندنا قطره تاع بترول وقطره تاع غاز، ورانا حاسبين باللي يعني نكونوا غون بيسونس. لا لازم نعلو بليس شويه، يعني باش نولوا قوه نفتحوا الحدود هكذا. ماشي مع المغرب برك، مع تونس، مع ليبيا، مع المغرب، مع موريتانيا، مي ايتاب باغ ايتاب، شويه بشويه. بصح لازم نفكروا شويه عليه، هذه ماشي نقعدوا يعني بيناتنا، لا ماشي هذه السياسه. اي موا جو في ميت لاكسون سور لي شوز ما مارش با، كيما لا تروجي اللي ما جاتش. المغرب كنا نهضروا على المغرب، هو راه في 4 جي وحنا في 3 جي. شنو نقاز علاش تدافع بزاف على المغرب؟ عندك علاقات معاهم مع المغرب؟ شو يعني علاقات مع تونس مع المغرب لكن مع مصر؟ لما تكلمنا عن المغرب وليت لا يعني ضعف عليه تهضر بنبره عاليه يعني. لا نقول لك انا كي نشوف تلفزيون ولا نقرا الجريده نشوف بلي دائما نحوسوا لي مشاكل مع جامي. احنا ما كان حتى صحيفه اهانت يعني الشعب المغربي. نشوف انا مسلم، معليش مسيو نقاز، انا مانيش ندافع، انا مانيش راني باغي باللي الجزائريين حتى انا نتكلم لك الواقع. حلوا شويه شكون اللي صح مسيو نقاز، قول لي برك شكون اللي بادر بغلق الحدود؟ المغرب ولا على المغرب؟ وي صح. هل تجرأ جزائري وهبط علم المغرب؟ المغرب ثاني، المغرب هو اللي هبط علم الجزائر. علاش ما تدافعش على الجزائر مسيو نقاز؟ دوك الجزائريين يقول لك هو يدافع على المغرب. لا نتفاهموا، تروح لك شويه شعبيه. لا انا قلت لك جو سوي ان هوم دو برانسيب، جو نسوي با لا بور فيغ بليزير. المغرب دار غلطه كبيره صح، كاين لا دبلوماسي نتفاهموا معهم نهضروا، روحوا مرحبا بكم، واش هذا المشكل معكم؟ علاه عرفتونا الحدود؟ علاه العلم تاعنا يعني قلعتوا من الكونسولا تاعنا؟ علاش؟ هذه يسموها لا دبلوماسي. مانيش باغي باللي بين الجزائر والمغرب كيما ضربه تاع ذراري في المدرسه، لا ماشي هذه لا السياسه. راني باغي نديروا قوه مغربيه، غروند فورس مغربين بين المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، هكاك نتحدوا يعني في رحبه. برنامج القذافي يعني يا ودي برنامج نامبورت كي اللي عنده شويه فهمه وراه باغي بلي نخرج من الازمه هذه وهذه لا ديبوندونس دي زيدروكاربور. شويه نفطنوا، لازم نفطنوا شويه. il faut pas qu'on reste مع هذو لي ديفيزيون، هذو لي ديفيزيون ما يوصلونا على حتى حد. ça va nous mener nulle part. il faut s'ouvrir mais il faut lutter contre la drogue. هذه ضربه تاع لا دروغ هذا مشكل كبير. on peut le faire. نحلوا الحدود ونديروا 30 000 personnes qui vont surveiller la frontière. Il n'y a pas 1 gramme de shit, il n'y a pas 1 gramme de drogue, 1 gramme de kiff qui va 30 000 personnes, monsieur Nqaz. Bien sûr. Au début, il faut mettre le paquet. On dit les Marocains, attention, il faut surveiller vos frontières. Ça, c'est possible, mais il faut une volonté politique. Tu m'as goûté ça, écoute, في مغنية
درق ورطاني كان هنا ويخلي الناس يفوتوا. المشكل عند من؟ عند المغرب ولا عند الجزائر؟ هذا السؤال. الجزائرية اللي تصنع المخدرات مش تصنع، تخليهم يفوتوا. وانا لو كان نقول يا رئيس ان شاء الله ما يفوتوش. هذه لا رياليتي. الناس هم قاعدين في ولايه تاعهم، انا ندور في كل ولايات واني نشوف بعيني يا الشعب الجزائري افطن. ما تامنش شرا يقول لك هذا الجديد، هذا تال بيرسوناليتي. حل عينيك وشوف بعينك. بسم الله يروحوا في رحبه مغنيه ونشوفوا نهار. vous êtes d'accord ou pas؟ داكور. ايه بسم الله. وما تقولوا لي ولا كان جو دي فغي و جو دي فو. يعطيك الصحة مسي نقاز، شكرا جزيلا رشيد نقاز. مشاهدينا نروح نشوفوا مجموعة من الأخبار اللي يرصدها عبد النور رحاب في فقرة راهم يقولوا. كما قلت هذا طبيعي جدا، يعني مقارنة بتونس الأنظمة الملوكية أحببنا ولا كرهنا في العالم العربي، وهذه حقيقة يعني ليس معنى ذلك أنا نريد أن أفاضلها على الأنظمة بين ظفرين الجمهورية، ولكن الأنظمة الملوكية في العالم العربي فيها استقرار سياسي. المغاربة يعرفون بعد 50 سنة يعني من سيحكمهم، فهمتني؟ هذا الاستقرار هو الذي يعني يترك المؤسسات الاقتصادية، رجال الأعمال في المغرب يعملون بشكل يعني مطمئن. نعم. والدول الافريقيه نفسها التي تبحث على الاستقرار، الساحل العاج خارجه ايضا من حرب اهليه، تبحث على شخص مش عنده مشاكل كما في تونس ولا ليبيا وبقل درجه اقل. يعني ليس هناك وضوح كذلك سياسي في الجزائر، يعني قضيه السلطه وقضيه وراثه السلطه الى غير ذلك. هناك مساله اخرى مهمه، لان راس الدوله في المغرب رجل يعني يمكن ان نقول انه شاب، يعني وهو مثقف ودارس حقوق، يعني وله رؤيه استراتيجيه يعني في افريقيا، وتبحث على الاستقرار. الساحل العاج خارجه ايضا من حرب اهليه، تبحث على شخص مش عنده مشاكل كما في تونس ولا ليبيا وبقل درجه اقل. يعني ليس هناك وضوح كذلك، يعني يترك المؤسسات الاقتصاديه، رجال الاعمال في المغرب يعملون بشكل يعني مطمئن. نعم. ودول بالنسبة للمغرب كما قلت هذا طبيعي جدا، يعني مقارنة بتونس الأنظمة الملوكية أحببنا ولا كرهنا في العالم العربي، وهذه حقيقة يعني ليس معنى ذلك أنا نريد أن أفاضلها على الأنظمة بين ظفرين الجمهورية، ولكن الأنظمة الملوكية في العالم العربي فيها استقرار سياسي. المغاربة يعرفون بعد 50 سنة يعني من سيحكمهم، فهمتني؟ هذا الاستقرار هو الذي. وزير الصناعة المغربي الآن يقول إن شركتين متخصصتين في صناعة السيارات، واحدة كندية والأخرى أمريكية، ستقيمان وتنشئان مصنعين في بلاد. بالفعل، والشركة الكندية ستصنع أو ستقيم مصنعا لأجزاء محركات السيارات في المغرب بقيمة 2,700,000 درهم، أي ما يعادل 280 مليون دولار. كما كشفت الشركة الفرنسية الأخرى بيجو سيتروين النقابة العام الماضي عن خطتها لبناء المصنع البالغ طاقته 200,000 مركبة، وتحذو منافستها رونو سيتروين أو رونو نيسان عفوا. الحكومة المغربية تهدف بهذه الاستراتيجية إلى زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 20% ليصل إلى حوالي 500,000 وظيفة خلال نفس الفترة. وزير الصناعة المغربي الآن يقول إن شركتين متخصصتين في صناعة السيارات، واحدة كندية والأخرى أمريكية، ستقيمان وتنشئان مصنعين في بلاد. بالفعل، والشركة الكندية ستصنع أو ستقيم مصنعا لأجزاء محركات السيارات في المغرب بقيمة 2,700,000 درهم، أي ما يعادل 280 مليون دولار. كما كشفت الشركة الفرنسية الأخرى بيجو سيتروين النقابة العام الماضي عن خطتها لبناء المصنع البالغ طاقته 200,000 مركبة،